الو يا ابراهيم، انت فين؟ طيب شكلك مش في البيت. عموما هشوفك بالليل. انت اكيد هتسمع المسج بعد ما نكون اتقابلنا زي العاده. ما تتنايل بقى وتجيب موبايل وتخلصنا. سلام. باي. ازيك يا ابراهيم؟ انا قلت اكلمك، جيت على بالي النهارده فقلت مش اشكال لو اعرف اخبارك ايه. انا عارفه ان احنا المفروض ما نتكلمش، وعارفه ان مكالمتي بالذات دلوقتي ممكن تضايقك، بس انا مستغربه ازاي الموضوع خلص كده وما بقيناش نعرف حاجه عن بعض. غريبة اني ما بقتش اعرف يومك كان ماشي ازاي. كل واحد له حياته وبقى في دنيا بعيدة عن التاني، وسكك صعب قوي تتلاقى، صعب قوي تتلاقى زي الأول، بالذات في دنيا بتجري بالشكل ده. مش عارفة أنا بقولك الكلام ده ليه. يمكن لو الواحد ما قالش اللي في مخه احتمال يتجنن، أو ممكن يصحى يلاقي نفسه في عالم تاني زي ما حصل معانا كده. غريبة قد ايه بنتغير مع ان مفيش حاجة بتتغير فعلا. إبراهيم، أنا مش عارفة إمتى هقدر أكلمك تاني، مش عارفة إن كنت هكلمك تاني من أساسه، وأكيد مش عارفة إمتى ممكن نتخبط في بعض صدفة في حتة. فقلت أسيب لك رسالة زي دي عبيطة ملهاش أي معنى. مش عارفة أنت هتقول إيه لما تسمع الرسالة اللي مش عارفة أنا بقول فيها إيه من أصله، بس يمكن حبيت أتكلم معاك زي الأول، بس أضمن إنك مش موجود. عموما نفسي الأمور عندك تتحسن، نفسي أقولك ما تزعلش. إبراهيم، صدقني كله هيبقى كويس.